السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كشف التقرير السنوي لبنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية المزيفة التي تم رصدها خلال العام 2022 بلغ 7090 ورقة نقدية بقيمة 960 ألف درهم. وأظهر التقرير تركيز غالبية الأوراق المزيفة من فئة 200 درهم بنسبة 52% من الإجمالي. وأشار التقرير إلى تحسن في مكافحة هذه الظاهرة، حيث انخفضت نسبة التزوير إلى 2.9 من الأوراق المزيفة لكل مليون ورقة نقدية متداولة، مقارنة ب3.3 خلال العام 2021. يشار إلى أن تحسن ملحوظ في مكافحة التزوير، ولكن يجب الاستمرار في اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من انتشار الأوراق النقدية المزيفة وحماية النظام المالي والاقتصادي للمملكة. علاوة على ذلك، ألقت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة القبض على شخص يبلغ من العمر 22 سنة يشتبه في تورطه في تزوير العملة الوطنية وتداولها. تم ضبط الشاب وهو يحاول التصريف بنجاح ورقتين بنكيتين مزيفتين من فئة 200 درهم، وكان بحوزته مجموعة إضافية من الأوراق المالية الوطنية المزيفة.